تيجوا مع بعض نشوف الوصفة اللي تخلي راس المال بتاعك يتحول من 5000 دولار لملايين الدولارات، وكمان صورتك تبقى على أشهر المجلات زي مجلة تايمز ومجلة فوربس. أول حاجة، خد كورسات كتير قوي في الماركتينج والبيزنس. تاني حاجة، اسمع لكل اللي حواليك، اسمع رأيهم في اللي انت بتعمله وركز فيه قوي. تالت حاجة، ما تبدأش غير وانت مركز، لازم تبقى واثق قوي من اللي انت بتعمله، واوعى تبدأ لو انت خايف من الخطوة اللي انت هتبتديها. واهم من ده كله، ابدأ بشركة على أرض الواقع، ما تبتديش وانت لسه ما عندكش مكان كبير تبدأ البيزنس بتاعك فيه. كل ده غلط، ولو عملت وركزت فيه ممكن كمان تفشل، ما تنجحش خالص. لأن سارة بلاكلي اللي تعتبر أول سيدة عصامية في أمريكا عملت عكس ده تماما، وقدرت تحول الثروة بتاعتها اللي بدأتها ب5000 دولار لملايين الدولارات. دلوقتي تقريبا مفيش سيدة في أمريكا ما تعرفش سارة بلاكلي وتعرف دورها في المجتمع وتعرف المشروع بتاعها سبانكس. طب عملت ده كله ازاي؟ تعالوا نشوف حكايتها. سارة بلاكلي اتولدت سنة 1971 في ولاية فلوريدا في أمريكا، لأب فنان وليها أخ كمان فنان. من صغرها وطول فترة الجامعة وهي انفولفد قوي بالمرأة وتمكين المرأة، وده اللي خلاها أثناء فترة دراستها في الجامعة إن هي تنضم للنشاط الطلابي دلتا دلتا دلتا. وده نشاط طلابي مشهور جدا في الجامعات الأمريكية، بيكون بس من سيدات، وبيعملوا اجتماعات، حاجات خيرية وحاجات تطوعية كلها تخص المرأة. بعد بقى ما اتخرجت من الجامعة اشتغلت كسيلز بتبيع فاكسات. والجنزي اللي ما يعرفش يعني ايه فاكسات، فاكسات ده كان جهاز كبير كده بيتوصل بالتليفون، بنبعت من خلاله الرسائل والايميلات، يعني يعتبر الواتساب بتاع زمان. كانت بتعمل نوكينج دور وبتروح الشركات عشان تعرض جهاز الفاكس اللي بيبيعه الشركة اللي هي بتشتغل فيها بدوام كلي. في يوم من الأيام سارة كانت رايحة حفلة وكان عندها بنطلون أبيض عايزة تلبسه، بس كان شكل جسمها مش عاجبها قوي بالبنطلون الأبيض، فقعدت تدور على حاجة تلبسها تحت البنطلون تظبط جسمها وتخلي شكلها كويس قدام نفسها. ما لقتش أي حاجة لحد ما لجأت لحل إن هي لبست الشراب الكلون قصته من تحت بحيث إن هو يبقى زي البنطلون. ومن هنا ابتدت الفكرة تشتغل في دماغها، لحد في مرة وهي قاعدة بتتفرج على أوبرا وينفري جت في دماغها الفكرة ونورت، وابتدت تسعى إن هي تنفذها. الفكرة كانت عبارة عن ملابس مريحة للسيدات، ملابس تخلي شكل جسم السيدات كويس وفي نفس الوقت تكون مريحة، مش بس حاجة شكلها حلو. ففكرة البراند بتاعت سارة بلاكلي حاجة كده شبه الكورسي دلوقتي، أو هو كورسي. الفكرة دي في بداية الألفينات وقت ما سارة ابتدت تشتغل عليها كانت حاجة مش موجودة في أمريكا، فتعتبر هي اللي اخترعت النوع ده من الملابس. ابتدت تلف على المصانع بتاعة الشرابات عشان كانوا هم أقرب حاجة للحاجة اللي هي عايزة تقدمها. كل الناس قالوا عليها ان دي مجنونة وكل الناس رفضت الفكرة بتاعتها، ما عدا واحد كتر خيره قال لها انا شايف الفكرة بتاعتك كويسة، بناتي كلموني عنها وانا متحمس ليها. ابتدى يصنع لها المنتج اللي هي فكرت فيه، وابتدت اول منتج عندها وكان سعره للمستهلك 20 دولار. ابتدت وهي لسه بتشتغل في الشغل بتاعها الاساسي بدون اي خبرة، بدون ما تكون عارفة يعني ايه ماركتنج بلان ولا عارفة بتتعمل ازاي، ولا بقى عندها خبرة في الماركتنج ولا في البيزنس. ابتدت حتى وهي خايفة وهي مش واثقة اللي هي بتعمله ده هيوديها لفين وإذا كان صح ولا غلط. كانت خايفة وبتترعش، ومع ذلك كانت بتشتغل ليل نهار، بتشتغل في شغلها الأساسي وبتشتغل على المشروع بتاعها. وكانت هي وان مان كرو بتعمل كل حاجة في المشروع بتاعها، بتستلم من المصنع المنتج بتاعها جاهز وبتبتدي تشتغل كاستمر سيرفيس وبتشتغل سيلز وبتشتغل ماركتنج وبتشتغل اوبريشن وبتعمل كل حاجة. طبعا في بداية الألفينات التسوق عبر الإنترنت ما كانتش حاجة مشهورة، يعني هي ما كانتش موجودة تقريبا وقتها، ما كانش فيه سوشيال ميديا، حتى الإنترنت ما كانش منتشر قوي في أمريكا. ابتدت تنزل محلات الريتيل وتعرض المنتج بتاعها هناك، في ناس رفضوا المنتج وفي ناس اتحمسوا. ابتدت تعرض المنتج بتاعها في أول 7 محلات، ونزلت هناك للبائعين اللي بيشتغلوا في المحل، شرحت لهم الفكرة وشرحت لهم المنتج وكل تفاصيله وازاي يبيعوه. وكمان كانت كل يوم بتروح ستور تقف فيه 8 ساعات عشان تعرض للناس اللي بتيجي الستور المنتج بتاعها والفكرة بتاعتها. كان الهدف بتاعها ان هي كل يوم تقابل 40 سيدة تشرح لهم المنتج بتاعها
كل أملها إن ال40 سيدة دول كل واحدة فيهم تكلم على الأقل 5 عن المنتج عشان المنتج ينتشر عن طريق الورد اوف ماوس. وكانت طريقة تغليفها للمنتج عجيبة جدا، كانت بتغلفها بأظرف الجوابات القديمة العادية، ما كانتش لسه عملت له باكجينج ولا أي حاجة. لحد وقتنا هذا سارة لسه بتشتغل فول تايم وبتبيع فاكسات. بترجع كل يوم تلاقي المصنع باعت لها الاوردرات بتاعة البناطيل وحاططها قدام البيت، لدرجة ان هي ما كانتش بتعرف توصل لباب شقتها عشان تفتحه. شقتها اللي كانت واخداها مقر رئيسي لشركتها، وكانت واخداها مخزن وكل الأقسام موجودة جوه الشقة. سارة بتهدي جزء من نجاحها لصديقتها والروم ميت اللي كانت عايشة معاها، واللي للأسف اتوفت في حادث مأساوي قبل ما سارة توصل لكل النجاح ده. بعد ما توفت رفيقة السكن اللي كانت عايشة مع سارة، سارة أخدت غرفتها مقر للشركة بتاعتها. سارة بتعتبر صديقتها دي واحدة من الملهمين في حياتها، وللأسف ده ما كانش الحادث المأساوي الوحيد في حياة سارة. في سن المراهقة والدينها انفصلوا، وهي بعمر 16 صديقة مقربة ليها اتوفت قدام عينيها في حادث سير. ده سبب لها وقتها فقد شديد قوي وألم. ومن أكبر الأسباب اللي ساعدها تخرج من المرحلة السيئة دي هو والدها اللي أهدى لها شرايط لدكتور واين دير بعنوان How to be a no limited person، يعني ازاي تكون إنسان مش محدود. سارة بتحكي إن الشرايط دي غيرت لها حياتها وعلمتها ازاي تفكر، وغيرت المايند سيت بتاعتها، وكانت بتحب قوي تنزل تتمشى بالعربية علشان تسمع الشرايط دي برضو الجينزي عاملة زي البودكاست دلوقتي، كانت حاجة بتتحط كده في العربية بديل للبلوتوث. دكتور واين دير من أكتر المؤثرين في حياة سارة، ولسه محتفظة بالشرايط دي، وعملت قابس كتير قوي على الشريط ده، وكانت بتهديها لكل موظف يتعين في شركتها بعد كده. سارة فضلت تحاول تطور البيزنس بتاعها سنة ورا سنة، لحد ما جت السبارك اللي غيرت لها حياتها تماما، وكانت نقلة للمنتج بتاعها وللبيزنس بتاعها. المذيعة المحببة لقلب سارة أوبرا وينفري طلعت اتكلمت على المنتجات بتاعت سارة قدام التلفزيون، وقالت ان هي بتحب المنتجات بتاعت سبارك وان هي بتستخدمها على طول، وده اللي خلى الدنيا تتشقلب ويجيلها 8000 اوردر بس في 6 دقايق. وقتها كانت هي تقريبا الموظفة الوحيدة، وكان عندها طلب أكتر بكتير قوي من استيعابها، واللي خلاها تلجأ لأصدقائها وإن هم يقوموا معاها بدور الكاستمر سيرفيس ويتلقوا الأوردرات ويساعدوها إن هي تتشحن. مشروع سارة ابتدى ياخد أكبر خطواته ناحية النجاح، وابتدت تتوسع ودخلت منتجات تانية زي الملابس الرياضية، ملابس السباحة، وكمان الجينز. سارة بتقول إن هي أول ما بدأت ما كانتش أشطر حد في الماركتنج والبيزنس، ولا كانت أكتر حد معاه فلوس، لكنها كانت أكتر حد مهتم بالكاستمر بتاعه، وأكتر حد مهتم إن النساء يلاقوا ملابس مريحة ليهم، مش مجرد ملابس يكون شكلهم فيها حلو وملابس تكون شكلها حلو قوي في الفيترين، لأ، ملابس فعلا تكون فت وتخلي ست واثقة من نفسها وفي نفس الوقت قاعدة مرتاحة. سارة قضت عشريناتها كلها ما بين شغلها والبيزنس بتاعها وإن هي تنجحه، وما قابلتش حب حياتها وشريك حياتها غير بعد ما تمت ال35. اتجوزت وبقت أم ل4 أطفال، 3 منهم ذكور. وزي ما نجحت إن هي تكون بيزنس وومن شاطرة جدا، نجحت إن هي تكون أم شاطرة. وبرغم كل مشاغلها في البيزنس والبيت، إلا إن هي برضو متصلة بأصدقائها من أيام الطفولة، وبتحافظ إن هي من وقت للتاني يتقابلوا ويتجمعوا من أيام الجامعة، وهي مهتمة قوي بتمكين المرأة. وده اللي خلاها بعد ما تنجح البيزنس بتاعها تحاول إن هي تساعد المرأة أكتر وأكتر، وده اللي شجعها إن هي تعمل مؤسسة لتمكين المرأة. المؤسسة دي دورها إن هي تساعد السيدات إن هم يتعلموا تسويق ويتعلموا بيزنس، وإن هم كمان يبدأوا المشاريع بتاعتهم. ناهيك بقى عن الدعم المادي الكبير اللي هي بتقدمه، سارة أطلقت مبادرة اسمها The Red Backpack Fund، بتقدم فيها 5 مليون دولار سنوية، متقسمين $5000 لكل سيدة، يعني بتدعم 1000 سيدة في السنة. وسمت المبادرة بالاسم ده تيمنا بشنطتها الحمراء الباك اللي كانت على طول معاها في كل مراحل حياتها. سارة دايما بتقول إن مش لازم يكون عندك إجابات كل الأسئلة ولا معاك كل الفلوس عشان تبدأ تعيش الحياة اللي انت عايز تعيشها. كمان من الحاجات المؤثرة اللي سارة عملتها هي إن هي اتبرعت $100,000 لمكافحة النظام العنصري في أمريكا Black Lives Matter. خلال رحلة سارة في الحياة والبيزنس قدرت تعرف نفسها أكتر،
وتعرف هي شاطرة في ايه ومش شاطرة في ايه. عرفت قد ايه هي شاطرة في البيزنس وشاطرة في التسويق، وان هي مش شاطرة خالص في الامور اللوجستية ولا شاطرة في الحسابات. وده اللي خلاها طبعا في بداية مشوارها اول ما كان عندها فرصة ان هي تعين حد مسؤول عن الحسابات ومسؤول عن الامور اللوجستية عملت كده. فمش معنى ان انت ستارت اب لازم تبقى شاطر في كل حاجة ليها علاقة بالبيزنس ولازم تعمل كل حاجة بايدك. ممكن جدا تستعين بشخص بيفهم في جزء ما اكتر منك اول ما يبقى عندك فرصة ان انت تعمل كده. اما بقى عن اخر اعمال سارة بلانكلي، هو مشروعها سنيكس اللي عمل قلبان في امريكا السنة اللي فاتت. هو عبارة عن هيلز على شكل سنيكرز. سارة من اول ما بدأت البيزنس بتاعها في اوائل الالفينات كان كل هدفها ان هي تساعد الستات ان هم يبقوا مرتاحين اكتر. زي ما ساعدتهم ان هم يبقوا مرتاحين في لبسهم، كمان كانت حابة تساعدهم يبقوا مرتاحين في الشوز اللي هم لابسينه. فكانت بتدور على حاجة شكلها شيك زي الهيلز وفي نفس الوقت عصرية وترندي زي السنيكرز. قعدت تطور في المنتج تقريبا 8 سنين، وسافرت اسبانيا وسافرت ايطاليا وقابلت هناك مصانع كتيرة قوي، اغلبهم مشجعوش الفكرة لحد ما تقريبا كادت ان هي تيأس. بس برضو في اللحظة اللي قبل الأخيرة لقت السبارك بتاعها ونفذت فكرتها وعرفت هي عايزة تعمل ايه بالظبط، وطلعت بحدث 2024 سنيكس. واقتباس أخير، سارة بتقول إن مفيش حاجة اسمها الوقت المناسب، وإنت لو هتفضل مستني الوقت المناسب عمرك ما هتبتدي. فلو إنت عندك فكرة مشروع وحاجة عايز تبتديها ابتدي، حتى لو إنت خايف، حتى لو ما عندكش المعلومة كاملة، حتى لو معكش بادجت كبير. واول خطوة عشان تبتدي ان انت تعمل لي سبسكرايب وتعمل لايك وكومنت وشير للفيديو ده عشان تسمع اكتر عن قصص نجاح بدأت من الصفر ووصلوا للمية.